صنع في مصر. قصة سبيرو سباتس من سباتس دبانة 2023. وقت الأزمات بيبان الصاحب الحقيقي من المزيف، حتى لو الصاحب ده ما شفتوش من زمان وغايب بقاله كتير، بس لو صاحبك بجد هيسندك وقت الشدة. ده اللي حصل واللي بيحصل بالظبط مع المنتجات المصرية وقت أي شدة. فاكرين أزمة الكورونا؟ ما كانش في حد بيعرف ايه اللي بيحصل وبنجيب كحول منين ولا المطهرات منين. كان في أزمة في بداية الموضوع لحد ما جه حد عبقري فكرنا بكلونيا 3 خمسات اللي فيها نفس نسبة الكحول المطلوبة للمطهرات، زائد ان ريحتها حلوة كده ومحبوبة وفيها حتة نوستالجية كده بتفكرك بأيام جديدة أكيد هتبتسم لما تفتكرها، فكانت هي المنقذ. نفس الكلام بيحصل دلوقتي في مقاطعة لكل المنتجات الأمريكية واللي بيدعموا اللي ما يتسموا، فعايزين ندعم صناعة بلدنا وصناعة بلدنا فقط. اصل احنا شعب بيحب يحبس بالساقع ونفرح بالساقع، نجامل بالساقع ونقدمه للضيوف وناخده معانا لو احنا اللي ضيوف، بنشربه بعد اكلة سمك او زفر ونطر بيه على قلوبنا لو جو حر شوية. ولأن لكل أزمة لازم يطلع بطل ينقذ المرحلة، فالبطل المرة دي هو مشروب سبيرو سباتس. اتولد سبيرو سباتس في جزيرة كيفالونيا في اليونان، ودي جزيرة بتنتج أجود أنواع العسل في العالم، واشتغل فيها فترة لحد ما جه مصر مع أخوه، وهو عنده 15 سنة عشان يشتغل مع عمه نيكول سباتس اللي كان بينتج في الوقت ده مشروب غازي اسمه ليمونادا سباتس، وكان بينافس ساعتها في السوق المصري. وشرب سبيرو الصناعه من عمه نيكول اللي كان منافس قوي وقتها، زي الباسكال والبلوكروس واسترا اللي اتقضى عليهم تماما لما ظهر منتج سبيرو. افتتح ميسيو سباتس مصنعه سنه 1920 في شارع اسمه خليج الخور المتفرع من شارع عماد الدين في منطقه وسط البلد. ايوه زي ما بقول لك كده ما تستغربش. واختار سباتس النحله علامه تجاريه للمصنع الجديد، عشان زي ما قلنا كان شغال في العسل وهو صغير. حاولت ناس كتير قوي يأيدوه، لكن ما كانش فيه منافسة حقيقية لغاية ما ظهرت كوكاكولا. بس الناس حبت سبيرو اكتر وكانت مسمياها سباتس دبانة بسبب شعار النحلة على الازازة انه كان شغال في العسل. مصريين يعني ما تجادلش. وفضل المنتج رقم 1 في مصر لدرجة انه في سنة 1941 خد جايزة الملك فاروق خلال المعرض النوعي الثاني للصناعات، متفوقا على كتير من المصانع الاخرى المنتجة للمياه الغازية. وتوفى الخواجة سبيرو سباتس سنة 1950 واتدفن هنا في مصر القديمة وساب 4 من ولاده. وفضل المصنع مستمر تحت إشراف ابنه إيليا، وفضلت مستمرة الشركة تحت إيد الورثة لغاية ما اتباعت سنة 1998 للأخين طلعت وسمير عطوان، وفضلت شغالة لغاية ما توفوا، ووقفت فترة طويلة لغاية ما رجعت سنة 2019. كان حضورها من بداية 2019 ضعيف نسبيا، ومش هتلاقيها كتير غير في اماكن محدده لان التوزيع ما كانش كبير. بس واحده واحده بدات الناس تفتكرها وتطلبها، زي ما بيقول المثل كده، مصائب قوم عند قوم فوائد. فالمقاطعه اللي بتحصل دي جت في صالح سبيرو سباتس عشان يرجع للنور تاني بشكل اكبر مما كان اي حد يتخيل، وحصل ارتفاع للمبيعات بنسبه تتعدى 300%، وهتزيد اكتر الفتره الجايه بنكهات زي عنب تفاح يصفي اناناس خوخ وليمون. المقاطعه اللي بتحصل دلوقتي مش بس عشان اللي بيحصل في اخوات، لا دي المفروض تستمر عشان نشجع المنتج المصري اكتر، زي مثلا شال عروسه وشوكولاته كورونا ومنتجات ايديتا كلها، زي بسكات وجهينه مصري كافيه وصافو. عايزين نشوف صنع في مصر على كل حاجه وفي احسن جوده. هنشوف الفتره الجايه سبيرو سباتس هتقدر تكون قد التحدي وترجع منتج رقم 1 في مصر ولا لا. بس وعد مني لو عملت تاني كده مش هنرجع نقول عليها تاني سباتس دبانه.